من ساعة ما بدأت التوترات في المنطقة الكل بيسأل يا ترى مصير الأسعار في مصر إيه؟ ويا ترى البنزين والكهرباء ممكن يغلوا الفترة اللي جاية؟ ولا الحكومة فعلا مأمنة مخزون يحمينا من الأزمة دي؟ ما بين توقعات الخبراء عن أسعار دهب ممكن توصل لأرقام غير مسبوقة، وما بين خطط الدولة لتأمين احتياجات السوق، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل الأيام اللي جاية؟ خليكم معانا للآخر علشان تعرفوا التفاصيل بالكامل. كل ما يحصل توترات في الشرق الأوسط أول سؤال بيجي في دماغ الناس إيه مصير الأسعار؟ الحقيقة إن الأزمة اللي شغالة دلوقتي فتحت باب قلق كبير في العالم كله، مش في مصر بس، لأن المنطقة دي بتعتبر قلب الطاقة في العالم كله، وأي مشكلة فيها بتأثر مباشرة على أسعار البترول والغاز والشحن والتجارة العالمية. بس أول حاجة لازم تعرفها إن أكتر حاجة بتتأثر بالتوترات دي هي الطاقة، يعني البترول والغاز، وده لأن جزء كبير جدا من نفط العالم بيعدي من منطقة اسمها مضيق هرمز، وده بيعتبر شريان الطاقة في العالم. علشان كده أي تهديد للمضيق ده ممكن يخلي أسعار البترول تقفز في يوم وليلة، وده على حسب كلام الخبير الاقتصادي محمد أنيس لموقع الوطن، وده فعلا اللي بدأ يحصل في أسعار النفط اللي بدأت ترتفع عالميا مع بداية الحرب والتوترات في المنطقة. وده بيخلينا نوصل لنقطة مهمة، يا ترى البنزين في مصر ممكن يغلى؟ الحكومة المصرية لغاية دلوقتي بتقول إنها بتراقب الوضع العالمي ولسه ما فيش قرار بزيادة الأسعار. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال بوضوح إن الحكومة بتتابع التطورات، لكن ما فيش قرار حاليا برفع أسعار الوقود. وآخر زيادة حصلت في مصر كانت في شهر أكتوبر اللي فات، لما أسعار البنزين والسولار زادت بنسب وصلت لحد 13%. وقتها وزارة البترول قالت إن الأسعار هتتثبت لمدة سنة على الأقل. لكن في نفس الوقت لازم نفهم إن تسعير البنزين في مصر بيعتمد على 3 حاجات أساسية، وهي سعر النفط العالمي وسعر الدولار وتكلفة الإنتاج والنقل. يعني لو سعر برميل البترول عالميا فضل يرتفع، ممكن ده يضغط على الحكومة إنها تعيد النظر في الأسعار. بعض الخبراء قالوا إن الحكومة ممكن تضطر تحرك أسعار الوقود لو وصل سعر البرميل عالميا لحوالي 115 أو 120 دولار، وده رقم مش بعيد قوي لو الأزمة طولت أو حصل تصعيد أكبر في المنطقة، وده على حسب RT عربي. الخبير حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية سابقا قال إن الأزمة دي لو استمرت أكتر من شهر ممكن يخلي الحكومة تفكر في زيادة الأسعار، لأن الموازنة المصرية حاطة حسابها على سعر بترول حوالي 81 دولار للبرميل على حسب موقع الشرق الأوسط. لكن في نفس الوقت الحكومة بتحاول تستعد لكل السيناريوهات. طيب إزاي ده هيحصل؟ أول حاجة بتعملها الدولة دلوقتي هي تأمين مخزون استراتيجي من الوقود والغاز يكفي لعدة شهور. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في اجتماع حكومي عن ضرورة الحفاظ على أرصدة آمنة من المنتجات البترولية علشان تأمين احتياجات البلد. كمان الحكومة بدأت تنوع مصادر استيراد الطاقة بحيث ما تعتمدش على دولة واحدة بس. وزارة البترول قالت إن عندها تعاقدات مع شركات عالمية وسفن تغويز لاستقبال الغاز من أكتر من دولة. غير كده الدولة بتشتغل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، ومن أهم الحقول اللي بيتم تطويرها حاليا حقل ظهر في البحر المتوسط. وزير البترول كريم بدوي قال إن في برنامج جديد لتعظيم إنتاج الحقل واستخدام تكنولوجيا حديثة للمسح السيزمي علشان يتم اكتشاف كميات غاز جديدة. ومش بس كده، لا ده كمان الحكومة أعلنت إن في حوالي 106 بئر غاز وبترول هيتحفروا خلال السنة دي لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد. ومش بس أسعار البنزين اللي شغلة تفكير الناس، لا ده كمان الكهرباء، والكل بيسأل يا ترى أسعار الكهرباء هتزيد بسبب الأزمة دي ولا إيه اللي هيحصل؟ وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت قال بشكل واضح إن مفيش أي نية لزيادة أسعار الكهرباء لحد نهاية السنة الحالية، وده بسبب حرص الدولة إنها ما تزودش الأعباء على المواطنين في الوقت الحالي. كمان الوزارة بتشتغل على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل علشان تقلل التكلفة، وده على حسب موقع القاهرة 24. ومن الكهرباء نروح لنقطة تانية مهمة جدا، الدولار. مع بداية التوترات في المنطقة حصلت قفزة في سعر الدولار في البنوك المصرية، والدولار وصل في بعض البنوك لأكتر من 52 جنيه، وده حصل بسبب حاجة اسمها خروج الأموال الساخنة. يعني بعض المستثمرين الأجانب سحبوا استثماراتهم من أذون وسندات الخزانة بسبب القلق من الأزمة، وده لما بيحصل الطلب بيزيد على الدولار وبالتالي سعره بيرتفع. بنك الاستثمار مورجان ستانلي حط 4 سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصري، والسيناريو الأصعب بيقول إن الدولار ممكن يرتفع بنسبة 8% لو الأزمة توسعت بشكل كبير. لكن في سيناريوهات تانية أقل خطورة بتتوقع زيادة بسيطة من 1 ل 4% بس لو الصراع فضل محدود. طيب علاقة كل ده بالذهب؟ بص يا سيدي، الذهب بيكون دايما الملاذ الآمن للمستثمرين وقت الأزمات.
يعني لما بيحصل قلق في العالم الناس بتجري تشتري ذهب، وده اللي حصل فعلا مع بداية التوترات في المنطقة، وأسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير. الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية قال إن الذهب ممكن يكون الحصان الرابح في 2026، وده على حسب موقع مصراوي. بعض التوقعات بتقول إن سعر الأوقية عالميا ممكن يوصل ل 6000 دولار، ولو ده حصل ممكن جرام الذهب عيار 24 في مصر يقترب من 10000 جنيه قبل نهاية السنة. لكن في نفس الوقت الخبير الاقتصادي محمد صلاح قال إن حركة الذهب مرتبطة كمان بقوة الدولار وسياسات الفيدرالي الأمريكي. وكل ده بيخلينا نروح لأكتر حاجة وأكتر سؤال شاغل بال الناس، يا ترى إيه اللي بيحصل ممكن يرفع أسعار السلع والمنتجات؟ الإجابة ببساطة ممكن الأسعار تزيد لو الأزمة طولت أكتر من كده، لأن ارتفاع أسعار النفط بيزود تكلفة النقل والشحن وبالتالي بيأثر على أسعار السلع. الخبير الاقتصادي محمد أنيس قال إن أي تصعيد كبير ممكن يرفع أسعار القمح والسلع الاستراتيجية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والشحن، لكن الحكومة المصرية بتحاول تمنع ده عن طريق توفير مخزون كبير من السلع الاستراتيجية يكفي شهور. ورئيس الوزراء قال إن مصر عندها حاليا أرصدة مطمئنة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية. كمان الحكومة شددت الرقابة على الأسواق ومنعت احتكار السلع أو رفع الأسعار بدون سبب، وفي توجيهات واضحة للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية. الرئيس السيسي كمان شدد على ضرورة مواجهة أي تلاعب في الأسعار وعدم استغلال الظروف العالمية لرفع الأسعار على المواطنين. الحكومة كمان فتحت باب الشكاوى للمواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية علشان أي حد يبلغ عن الغلاء أو الاحتكار، وده على حسب موقع أخبار اليوم. يعني ببساطة مصر دلوقتي بتتعامل مع الحرب بمنطق الاستعداد مش القلق، بتأمن الطاقة وبتزود الإنتاج المحلي وبتراقب الأسعار وبتوفر مخزون استراتيجي من السلع. لكن الحقيقة أن مستقبل الأسعار كله مرتبط بحاجة واحدة، وهي مدة الأزمة اللي لو انتهت بسرعة ممكن الأسعار ترجع تستقر تدريجيا، ولو استمرت لفترة طويلة ساعتها العالم كله ممكن يشهد موجة غلاء جديدة. المفاجأة أن الحكومة أعلنت عن تحركات جديدة لدعم المواطنين خلال الفترة اللي جاية، وقالت إن في إجراءات جديدة لدعم المواطنين ومن ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، وده في إطار حزمة الحماية الاجتماعية اللي بتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية. بس يا ترى الأزمة دي ممكن تنتهي بسرعة ولا العالم داخل على موجة اقتصادية أصعب في الفترة اللي جاية؟ يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إيه توقعاتكم.